عليه النهارده مهم لكل حد عنده حلم وهدف، لانه بيقع فيه ناس كتير وانا زمان وقعت فيه. وهو ان احنا نطبق كلام ربنا، وهو بيقول لينا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وانا وجهة نظري عن كلمة اهل الذكر او وجهة نظر ناس تانية وانا اتبعتها، هي ان اهل الذكر هم الناس اللي هل عليهم النتيجة اللي انا عايز اوصل لها. فلو انت النهاردة عندك حاجة معينة عايز توصل لها، وشايف حد معين وصل للحاجة دي، هو ده أهل الذكر اللي تسأله فيوصلك من خلال نفس الطريق. لأن في الحياة العملية في قاعدة بتقول إن أحسن حد يدلك على طريق هو اللي مشي فيه قبلك. فربنا قال لنا الآية دي والحكمة دي علشان ينورنا إن أنت لو عايز توصل لحاجة معينة أو نجاح معين، اسأل أهل الحاجة دي. الكلام ده بقى في البيزنس، في العلاقات، في تطور حاجة مع شخصيتك. المبدأ ده لو أخدت بيه في حياتك هيعمل لك شورت كات كبير، نقلات نوعية. تلاقي حد بيتطور بشكل بسيط متواضع، وحد تاني بياخد درجات أعلى. ده ليه؟ لأنه هو طبق كلام ربنا وراح سأل أهل التخصص بتاع الحاجة اللي هو عايز يحققها. فانا بفكرك وبفكر نفسي ان لو عايزين نوصل لحاجات كبيرة نحاول نسأل الناس اللي وصلت للحاجة دي. لو عايزين نحقق حاجة معينة، راحة نفسية مثلا، اشوف مين حقق ده في حياتي واسأله هو عمل ده ازاي. فما اسأله هيقول لي خطوات، فما اتبع الخطوات اقدر اوصل لنفس النتيجة. وانا من خلال سلسلة الفيديوهات دي حابب افكرك وافكر نفسي بشوية معلومات من خلال ايات ربنا قالها لنا تساعدنا ان احنا نعيش في حياتنا بشكل افضل. لو مهتم تشوف النوع ده من الفيديوهات تاني تابعني، وهكون معاك في كل جديد.